واحدة من الحاجات اللي دايما الواحد بيفكر فيها يعني بعد وقت وعمر كبير في الشغل وكده، انه ان هو كان ممكن يستغل الوقت ده في حاجات تانية افضل، او كان ممكن يعمل حاجات افضل شوية في الوقت ده. يعني فكرة ان انت تفضل دايما ماشي على نفس الطريق، انه مثلا يعني ادخل تجارة انجليش وتشتغل في بنك والكلام ده. يعني في كتير زيك، يعني انت عملت ايه مختلف يعني؟ وبعدين انت لما تمشي في نفس الطريق متوقع ان انت الدخل مثلا اللي هيجي لك من حاجه زي كده ده هيعيشك مرتاح يعني؟ يعني انت في منك كتير في السوق، يعني ما قدمتش حاجه جديده. ففكره ان انا امشي دايما على الطريق التقليدي ولازم بعد ما اتخرج اشتغل في بنك ومش عارف ايه والكلام ده، اكتشفت مع الوقت انه مش صح ومش احسن حاجه، وكان ممكن حاجات تانية اتعمل افضل. مش بقول لك لازم في الاول طبعا هتشتغل فتره عشان تحتك بسوق العمل وتشوف الدنيا ماشيه ازاي. وطبيعي في الاول طبعا تبقى ماشي كده، بس لازم دايما يبقى عندك طموح. عارف ان انت بعد كده ممكن الوظيفه دي يا جماعه في الاول وفي الاخر هي هدفها ممكن انها تسدد لك فواتير، لكن تبني لك معيشه محترمه في المستقبل ما اعتقدش. الوظيفه او يعني اسلوب الوظائف نفسه عموما بيدي لك المرتب اللي يكفي احتياجاتك الاساسيه الادنى كبني ادم. لكن انه يخليك تطلع درجة او تعمل حاجة كبيرة في حياتك، لا، مش ده لو جانب مادي يعني. لكن في برضه جانب تاني ليك انت. الوقت انت فضلت شغال سنة سنتين 10 سنين في مكان، انت مش واخد بالك ان انت شغال عند شخص، يعني انت شغال مجهودك كل السنين ده بيروح لاشخاص او صاحب الشركة دي. اه، هو بيدفع لك فعلا، بس ما بيدفعلكش اللي يعيشك حلو. يعني انت بص لنفسك كده، مثلا بعد 10 سنين شغل مثلا في مكان، او 5 سنين او 3 سنين، اتحركت فين؟ رحت فين مثلا؟ ماديا، معنويا، نفسيا؟ يعني وصلت لفين؟ هل في مثلا الشغل ده مثلا ادالك ترقية؟ الشغل ده ادالك حاجة زيادة؟ بيزود فعلا مرتباتك بشكل كويس سنويا؟ بيراعي التضخم؟ بيراعي الحاجات دي؟ اعتقد اجابات كتيرة من الحاجات دي هتكون لا. ف يعني نصيحتي عموما في الحتة دي، لو انت آه، شايف ان انت بتضيع وقت في مكان، او المكان ده مش بيقدم لك حاجة كويسة قوي، بص، مش هقول لك سيبه وشوف اماكن تانية وكده، بس ممكن اقول لك ان انت تبدا تفكر في بيزنس يكون ليك انت. ابدا اشتغل عليه كبارت تايم بعد شغلك، اسسه من دلوقتي علشان بعد كده يكون معاك يسندك في المستقبل. وفي وقت من الاوقات لما تحب تسيب شغلك ده، او لو شغلك سابك، لانه برضو القطاع الخاص مش مضمون تماما، لو شغلك هو اللي مشاك في اي وقت، يبقى عندك فيه بيزنس تاني خاص بيك انت كنت بتبنيه خلال السنين دي، وممكن يسندك خلال الفترات اللي جايه. فكروا كده في الموضوع ده، ودايما خلي في عندك طموح. يعني الطريقة التقليدية بتاعت الناس يعني هدرس 10 20 سنة، وبعدين اخرج اتخرج اخد الكورسات 1 2 3 4، واروح اعمل 1 2 3 4، همشي في نفس المسار اللي مشى فيه الناس كلها، وتتوقع ان انت هتبقى مختلف عنهم. مش هيحصل طبعا، مش هيحصل. وبعدين دلوقتي الدنيا بقت بتتغير بشكل كبير. يعني في وظائف معينة، يعني اسمحوا لي، ما تحس ان يعني مش هتفتح بيت، والله العظيم. يعني انا ما انا خريج، يعني انا محاسب مثلا، بس انا اشتغلت في بنوك. بس تحس مثلا وظيفة المحاسبة دي بعد فترة من الفترات مش هتفتح بيوت يعني. مش هي اللي هتعيشك انت واسرتك بشكل كويس. هتحتاج دايما ان انت تبص على بيزنس تاني او تجارة تانية. وعموما في الزمن ده يعني ما فيش حد بيعتمد على وظيفة واحدة. ففكرة ان انت تبقى فاهم انه الوظيفة اللي انت فيها دي حاليا، او استقرارك، او المكان المريح اللي انت قاعد فيه ده، انت كده حامي نفسك فيه، وفاهم ان انت مرتبك في اخر الشهر والكلام ده. ده وهم، ده وهم. لانه هما بيسرقوا منك عمرك في مقابل ان هو بيديلك فتافيت من الاخر. المكان اللي انت يعني بتبقى شغال فيه، او مش بيراضيك على الاقل ماديا، او مش مكفيك ماديا، وبتضيع وقتك في بقية اليوم. فيعني فكروا فيها كده، وفكر في كل وظيفة انت فيها. ممكن مثلا تسيب الشغل، يعني مش هتسيبه طبعا، بس يعني ممكن تعمل بيزنس تاني جنب الشغل بارت تايم، يبني لك حاجة تانية يساعدك في مصاريف المعيشة قدام شوية، ممكن لو سبت الشغل تحتاجه.
فكروا كده في الموضوع ده وقولوا لي ارائكم في الكومنتات. شكرا لكم.